واحد السلام عليكم يا احلى متبعين واعز المتبعين. كنقول لكم يا ربي يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال واحسن الايام وتكونوا بافضل حال. هذا هو المضمون يا ربي. قبل ما نبدا القصه ديالي كنبغي نقول لكم القصص اللي كنعاود لكم قصص حقيقيه 100%. كيتلقاو معايا شي عائلات وكيقولوا لي واش هاد القصص اللي كتعاودي واش حقيقيين؟ اي اختي حقيقيين. وها النتيجه ديال اليوم. القصه اللي غنقول لكم انا ما متعوداش نقول لكم قصه جديده، ولكن هذه القصه خاصني نقولها لكم باش تعرفوا القصص ديالنا ديال اي شخص ادمي داز كنعاودوا عليه على شي قصه راه حقيقيه 100% حقيقيه 100% حقيقيه. القصه ديال جميله ديال اليوم هي حقيقيه ودايره البلباله في اليوتيوب، وانا الناس معاودين بزاف، ولكن انايا غتعاود تسمعوا على طريقتي باش نفسر لكم كثار وتفهموا كثر. قبل ما نبدا ما تنسونيش اخوتي بواحد لايك باش يعمل الفيديو على الفائده ونستافدوا منه كاملين. شكر خاص للناس اللي ضافوا لي جداد واللي غيضافوا لي جداد، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. نبداو القضيه ديالنا. قضيه جميله اللي في العشرينات، وكانت مجوجه مده ديال عندها 16 عام في عمرها، وملي طلقت بجوج بنيتات ومشات خدمات وخدامه على عائلتها وعلى بناتها. تلاقت مع واحد الشخص في واحد الفران اللي كانت خدامه فيه. هذا الفران كتقول جميله ملي تلاقات معاه تعارفت معاه واعده بالزواج، بقى كيما يطل فيها نديروا الكاغيط. هي جمعت ورقه وما جمعش وراقي، بقى كل نهار كيقول لها نديروا هذه ما باغيش يتزوج بصراحه، غير باغي يستغلها، كيستغل ديك الخلصه ديالها وكيستغلها هي جسديا. كتقول هذا الشخص عادي عنده موتور يعني بكامل القوه العقليه، الحاجه الوحيده وانه يدير جميع المخدرات، منهم جميع المخدرات. قالت جميله بلي انها ملي ما كتبغيش تمشي معاه كيهدد خواتاتها وكيقول لها غندير لك ونفعل لك ونترك لك. شحال من مره تخبات عليه وهربت من عنده وعذبها وهربت وجات لدارهم، وكيجي يدق على ماما دارها وكيجي يفرع عليها الباب وكيقول لها خرجي لي جميله ولا غندير لك وندير لك. كتقول الام ديالها ان هذا الاسبوع هذا الاخير انها بناتها ما خلاتهمش يخرجوا تحت التهديدات ديالها، حتى واحد النهار ملي خرجت جميله ويلقطها وداها حتى جز عنده 5 ايام، دار عليها جميع العنف. تصوروا قال لك دار تيو في الدبر ديالها وطلق الغاز باش هذيك البلاصه تعفن، وملي سالا شد الملحه ودار لها في الدبر ديالها. هادشي اللي سمعتوه لحمكم غيتبورش. قالت لك ملي كيضربها يدو ما داير فيها شي خاتم، كيضربها حتى كيطوش الدم من راسها دقدقه كامله. شد قالت لك زيزوار وقردها دراوعها قطعهم، علقها من رجليها وخلاها معلقه بحال الحولي. هادشي اخوتي راه كيضر في القلب، وحق الله حتى كيضر في القلب. انا بعدا ملي سمعت هادشي قلبي ضرني، حيت هادشي راه بصح كاين، هادشي بصح كاين اخوتي، هادشي راه كاين. وقالت لك ما اكتفاش بهادشي، انه العذاب الشديد اللي دوزو عليه في هاد ال5 ايام ما تصوروش كي داير. سنان هذا اللي مطرقه وهرسهم، سنان مطرقه وهرسهم. عظامها كيشد المطرقه وكيبرك يدقدق ليها في عظامها باش ما تلقاش فين تخدم وما تلقاش فين تخدم. داكشي علاش داروا هادشي، والدبور ديالها بزعما تخناز منه. هادشي كله علاش ما عرفناش علاش، ولكن هادشي اللي غتسمعوا اليوم كيضر في الخاطر وكيضر في القلب. نضرني قلبي وحق الله. المهم اللي نقضوها تحيه للدرك الملكي، كانوا العائله ديالها شافوها ما جاتش، كان البلاغ ديالهم للدرك الملكي لهذيك المنطقه.
شدوه في واحد الغابة اللي كتقول هي واحد الغابة، قبطوه فيها. ملي مشاو كيجريو سمعهم وهو يهرب. من بعد شدوه تحية للدرك الملكي، شدوه مهم قبطوه ما خلاوش. وتحية للناس الأمن، دابا راه في الأمن، ولكن جميلة الحالة ديالها صعيبة ما كتقدرش تجلس على القاع ديالها، ما كتقدرش تاكل، كتغيب. هذه كانت قصة للعبرة باش الناس يوعوا شوية. وحنا راه ما كنعاودوش القصص غير هكاك، يعني قصة كتكون ليها التوعية ان شاء الله. وكنقول لكم الى عجبتكم القصة ولا عجبكم هذا المنظر اللي نتوما راضيين عليه غتسكتوا عليه، ولكن الا ما كانش عاجبكم هذا الشيء غتبارطاجيوه لاقصى حد باش يعرف الناس اشنو حنا مع من عايشين ومع من ساكنين ومع من جالسين. خوتي هاد السيد كان كيتقرقب ويدير جميع العنف على جميلة، يطبقه جميع الأعناف كيطبقها على جميلة. خوتي كنقول لكم مع السلامة إن شاء الله.